بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو كان قدوة وكان قائدا، كان قدوة في العبادات والأخلاق والقيم في القمة، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان قائدا للمسلمين في كل أنشطتهم، كان قائدا في الحروب والجهاد، وكان قائدا أيضا في تكوين الأمة وفي التربية وفي دفع الشبهات والشهوات عن هذه الأمة. أما كونه قائدا فقد نجح الرسول صلى الله عليه وسلم نجاحا عظيما بفضل الله أولا وأخيرا، ثم بحسن تخطيطه واعتماده على كفتي النجاح، كفة الدعاء والتعبد والإخلاص والعبودية لله، وكفة الإعداد وإعداد القوة والاستعداد والتخطيط وكل شيء. فلذلك نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، وهو كان قائدا يقود 300 شخص، 315 أمام 1000 شخص، يعني أسلحة بسيطة، وحتى لم يكن معهم إلا فرس واحد. الله نصره كما قلت بالدعاء والعبودية والاعتماد على الله والإعداد. مثلا في غزوة بدر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الخيمة في مكان استفاد من الشمس، حتى الشمس تضرب عيون الكفرة فلا يصوبون وهم يستطيعون التصويب، وخيم خيمته وجيشه بعد الماء، فهم يستفيدون من الماء وقريش حرموا من الماء، فأخذوا بكل الأسباب ثم دعا وتضرع إلى الله حتى بردته سقطت من كتفيه. وكذلك في غزوة أحد، وكذلك في غزوة الخندق أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بحكم بأفكار غير خارج دائرة الإسلام. فكرة الخندق كانت فكرة فارسية نقلها سلمان الفارسي وأخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجحوا وعملوا سدا منيعا لأن لا تستطيع جيوش قريش ويهود وكل الأحزاب أن تخترق هذا الخندق. كذلك في فتح مكة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا رائدا ناجحا موفقا في قيادة الجهاد، كما كان قائدا وقدوة في العبادة إلى الله وبناء الإنسان. بنى الأمة بناء عظيما، غير العرب من الجاهلية إلى الربانية، جعل منهم أمة. رب العالمين وصف هذه الأمة قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس.